فطبعا الناس سكنوه، ما كانش فيه اي مشكله. ولكن بعد ما سكن كان بيعمل حاجات غريبه. كان دايما قافل الشبابيك بتاعت البيت كله، او يعني العقار اللي هو كان يعني مأجر دوت، اللي هو الدور الارضي دوت. وكمان كان بيعمل حاجات غريبه، ان هو كان بيجيب سيدات في البيت، وكمان كان في بيطلع اصوات وحاجات غريبه كده، وروايح اللي هي بتاعت الحاجات ديت وكده يعني. فطبعا الناس بدأوا ان هم ينصحوه ان هو يسيب الشقه ويمشي في اسرع وقت، عشان خاطر يعني مش عاجبنا الوضع اللي بتعمله. ولكن طبعا هو كان بيحاول ان هو يخلع باي طريقه ويقول لهم خلاص ماشي، لانه اصلا كده كده جاي من كفر الشيخ، والمفروض ان هو اصلا ما عندوش مكان يقعد فيه. ودي طبعا كانت الحجه بتاعته. لحد ما في يوم الواقعه او يوم اكتشاف اللي حصل بالظبط، ان هم سمعوا صرخات قويه وكان في حوارات كده بتحصل، فنزلوا عشان خاطر يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. لقوا ان المحامي موجود هو وكمان واحد معاه، ومعاهم 2 ستات.